واحدة من أطول وأقوى الإمبراطوريات الإسلامية في التاريخ. قال عنها ريتشارد نولز إنها كانت مصدر الرعب في العالم. وعايزك تتخيل معايا كده إمبراطورية بدأت من قبيلة بسيطة في الأناضول، وقدرت في كام سنة إنها تحكم تلت العالم تقريبا، من جنوب شرق أوروبا وشمال أفريقيا وغرب آسيا. كل ده كان تحت سيطرتهم. الدولة اللي استمرت لأكتر من 600 سنة. هنتكلم النهاردة عن الدولة العثمانية من بداية التأسيس على إيد عثمان بن أرطغرل لحد آخر السلاطين العظام وهو السلطان سليمان القانوني. في الفيديو ده هنفتح الدفاتر ونكشف الأسرار، وهنشوف إزاي قبيلة بدوية بقت إمبراطورية بتحكم 3 قارات. لو أول مرة تشوفني، أنا أحمد صبحي، ودي قصة جديدة من كتاب التاريخ. تابع للنهاية واعمل لايك وسبسكرايب، ولو هتعمل شاي اعمل لي معاك. الحكاية دي بدأت من لا شيء، من قبيلة صغيرة في وسط خرايط محدش ياخد باله منها. قبيلة صغيرة اسمها قاي من الأتراك الأوغوز. ما كانش عندهم أي حاجة تقريبا، لكن المغول كانوا بدأوا يهاجموا بلادهم سنة 1206، فقرروا إنهم يسيبوا وسط آسيا ويهربوا للأناضول. وفعلا اتحركت القبيلة بقيادة زعيمهم أرطغرل ابن سليمان شاه، مش معاهم إلا سيوفهم وخيامهم وإيمانهم بالله. في الطريق شافوا معركة دايرة بين جيشين، فاتدخل أرطغرل هو وجنوده علشان يساعدوا الجيش المهزوم. لكن لحسن حظ أرطغرل إن الجيش المهزوم ده كان جيش السلطان علاء الدين قيقباد الأول، سلطان سلاجقة الروم. والسلاجقة دول كانت دولة إسلامية تركية عظيمة، اتقسمت لأكتر من دولة بعد وفاة السلطان ملك شاه. المهم إن السلطان علاء الدين أعجب بشجاعة أرطغرل وقرر إنه يكافئه، فاداله حتة أرض على حدود الدولة البيزنطية أو اللي هي تركيا دلوقتي، وقال له الأرض دي بتاعتك أنت وعيالك، احميها واحكمها براحتك، وانا مش عايز منك حاجة. ومش بس كده، ده كمان الأراضي اللي هتفتحها بتاعتك. وبكده أرطغرل اتحول من شيخ قبيلة كل شغلها رعي الأغنام لقائد في دولة سلاجقة الروم. وأرطغرل ما ضيعش وقت وبدأ يضم القرى واحدة ورا التانية لحكمه، لحد ما قدر في يوم من الأيام إنه يفتح مدينة إسكي شهر، ودي كانت أهم مدينة فتحها أرطغرل في حياته. وفي سنة 1258 وتحديدا يوم 13 فبراير اتولد عثمان بن أرطغرل بطل قصتنا النهاردة، وهو نفس اليوم اللي سقطت فيه الدولة العباسية على ايد المغول. عثمان اتولد في مدينة اسكود او سوجود، وهو اصغر ابناء أرطغرل ال3. وهو صغير ابوه اهتم بتعليمه وتعلم كمان المصارعة ومسك السيف وركوب الخيل. واهتم أرطغرل بتعليم ابنه مبادئ الدين الإسلامي، وكان منتظم على دروس الشيخ الصوفي إيدا بالي. عثمان كان بيحب الشيخ بتاعه جدا وكان بينام عنده في البيت. وفي يوم من الأيام نام عثمان وحلم حلم غريب جدا، وهو إنه بيطلع من صدره هلال، والهلال ده بقى شجرة كبيرة، وفروع الشجرة دي ظللت على العالم كله، وكان تحت منها 3 جبال، وبيخرج منها نهر النيل ودجلة والفرات والدانوب. فراح عثمان للشيخ إيدا بالي وقال له الحلم. فالشيخ قال له يا ابني انت هتبقى ملك وهيجي من نسلك ملوك يحكم الارض بعدلك. وبعد وفاة أرطغرل اتولى عثمان مكانه وبقى قائد في الجيش السلجوقي، وبقى هو قائد عشيرة قاي. وبتحكي بعض المصادر التاريخية ان عثمان ما كانش الأحق بزعامة العشيرة، وان في صراع حصل بينه وبين عمه دندار قلب، لكن عثمان قتله. وبدأ عثمان يهاجم مدن البيزنطيين وضم مدينة إناكول لحكمه، وبعدها مدينة كوراجاك حصار، ودي كانت أهم مدينة فتحها عثمان في الوقت ده. لكن سلطنة السلاجقة كانت بتضعف، وده اللي خلى عثمان يستقل بحكمه عنهم سنة 1299، وده اللي خلاه يأسس دولته الخاصة بعد كده. وبدل ما يحارب القبائل التركية اللي مسيطرة على الأناضول، فضل إنه يستغل ضعف الدولة البيزنطية ويسيطر على أراضيها، وضم مدينة بورصة لحكمه، وفضل يثبت أركان حكمه لحد ما مات سنة 1326. وتولى بعد منه ابنه أورخان غازي، واللي كمل مسيرة أبوه. لكن أورخان كان مختلف عن أبوه وجده، لأنه ما كانش عسكري بس، ده كمان كان شاطر إداريا، وفكر إنه يأسس جيش نظامي يحمي الدولة، وأسس وقتها جيش الانكشارية، وهو الجيش اللي كان ليه دور كبير في فتح المدن وفي انتصارات الدولة العثمانية بعد كده. لكن كان في مشكلة إن أعداد المواطنين لسه قليل، لأن الدولة لسه صغيرة، ففكروا إنهم يجندوا في الجيش ده الأطفال المشردين وأسرى الحروب، ودربوهم تدريب صارم ودخلوهم في الإسلام. وبدأ أورخان يطبع الفلوس باسمه وحول العاصمة لمدينة بورصة، وبدأ يسيطر على المدن البيزنطية زي إزميد ونقية. وبعدها قرر أورخان إنه يسيطر على جزيرة جاليبولي،
وبعد وفاة أورخان اتولى ابنه مراد الأول، واللي بدأ حكمه بمهاجمة الإمارات التركية المحيطة بيه واللي كانت منتشرة في الأناضول، فهزم مدينة قرمان وسيطر على مدينة أنقرة، وحارب البيزنطيين وسيطر على مدينة أدرنا وصوفيا وسلانيك، ونقل العاصمة لمدينة أدرنا، ودخل معركة كبيرة ضد الصرب وكان اسمها معركة كوسوف الأولى، وحقق فيها انتصار ساحق على القوات الصربية. ومراد كان بطل وشجاع وكان بيحارب في الصفوف الأمامية، وبعد ما اتأكد من انتصاره جاله واحد من الصرب بحجة إنه جاي يستسلم، ولما قرب من السلطان طلع خنجر صغير وقتل بيه مراد الأول، ومات مراد بالغدر. لكن الدولة العثمانية لسه عايشة ومكملة وبترعب أوروبا، وبقى الكل عارف إن في قواعد جديدة للعبة، وإن في لاعب جديد اسمه الدولة العثمانية هو اللي هيحط القواعد دي. وفي سنة 1389 وصل للحكم بايزيد الأول ابن مراد الأول، والملقب بالصعقة، لأن بايزيد ما كانش بيضيع وقت وكان بيهجم على أعدائه بأقصى سرعة. عشان كده الدولة توسعت أكتر في عهده وضم أراضي كتير لحكمه، خصوصا في البلقان والأناضول. ودخل أشرس معركة في تاريخ العثمانيين كله، وهي معركة نيكوبوليس، واللي جهزت لها أوروبا حملة صليبية مكونة من جيش فرنسا والمجر وألمانيا وجنود البابا نفسه. الصليبيين هجموا على القوات العثمانية بثقة مفرطة جدا، وكانوا فاكرين نفسهم جايين يعلموهم درس ما ينسوهوش، وده لأنهم شافوا إن قوات العثمانيين في الحرب دي كانت قليلة. لكن دي كانت خدعة من بايزيد اللي اتعمد إنه يخفي جزء كبير من جنوده ورا القلعة علشان ينهك الجيش الصليبي ويكسب وقت. ولما حس بايزيد إن الصليبيين تعبوا فعلا من كتر الكر والفر، طلع جنوده اللي كان مخبيهم ورا القلعة وقتلوا وأسروا آلاف من الجيش الصليبي. والحركة دي خلت أوروبا كلها تعرف إن العثمانيين مش سهلين. لكن في الأثناء دي كان في حد تاني بيراقب تقدم بايزيد من بعيد، والعدو ده يبقى تيمور لينك، اللي وصلته أخبار الانتصار الساحق اللي حققه بايزيد على الصليبيين. وتواجه الجيشين في أنقرة سنة 1402، وفي وسط الغبار والخيول وضرب السيوف حصلت خيانة من بعض القبائل التركمانية في جيش بايزيد، وانهارت صفوف العثمانيين بعد معركة دامية. واتأثر بايزيد هو وابنه موسى، وإمعانا في إذلاله حبسوا تيمور لينك في قفص حديد، وبقى بياخدوا معاه في كل حتة يروح فيها. وبعد ما كان محاصر القسطنطينية بقى هو اللي محاصر في قفص حديد. وبعد شهور مات بايزيد الأول من الذل والحزن، ويقال إنه انتحر. وبعد الصعود السريع والملفت للدولة العثمانية حصل سقوط مفاجئ وعنيف، وبدأ عصر الفترة واللي فيه اختلف ولاد بايزيد على الحكم وقسموا أراضي الدولة بينهم، وضاعت الدولة وخسرت أراضي كتير. لكن قدر محمد الأول إنه يرجع الدولة بعد 11 سنة من الضعف، وهزم إخواته ووحد الدولة من تاني. وتولى من بعده ابنه مراد التاني اللي رجع أراضي الدولة اللي ضاعت، لكنه تنازل عن الحكم لابنه محمد الثاني اللي غير التاريخ وحقق نبوءة من 800 سنة، وفتح المدينة اللي محدش قدر يفتحها لمئات السنين. وبعدها استمرت الفتوحات، وقدر محمد الفاتح انه يفتح بلاد البوشناق ومملكة طرابزون وجزر المورا وإمارة قرمان وألبانيا، وحلم انه يوصل لحد روما. لكنه مات مسموم سنة 1481 على ايد طبيبه الخاص. وبعد منه جه ابنه بايزيد الثاني، لكنه كان ميال للسلم ومحب للأدب، علشان كده اتسمى بايزيد الصوفي، وده اللي خلى اخوه يحاول يخلعه، لكن بايزيد نفاه. وفي عهده بدأ المماليك بقيادة قايتباي يحاولوا يسيطروا على أراضي تابعة للدولة العثمانية. لكن بعد وفاة قايتباي حصل صلح بينهم وبين قنصوة الغوري، وفي عهده سقطت الأندلس، وبعت سفن علشان تجيب المسلمين من الأندلس وتهربهم من تعذيب الأسبان ليهم. وفي عهده وصل الشاه إسماعيل الصفوي لحكم إيران وحولها بالعافية للمذهب الشيعي. لكن السلطان كان كبر في السن، وبدأ كل من هب ودب يتدخل في شؤون الحكم، وبدأ ولاده الاتنين يتصارعوا على الحكم. وحصلت فتنة في البلاد لحد ما قدر سليم الأول إن يهزم أخوه ويجبر أبوه على التنازل عن العرش ويسيطر على الحكم سنة 1512 بسبب دعم الانكشارية ليه. سليم لما وصل للحكم كان عنده خطرين بيهددوا دولته، وهما المماليك والصفويين، فده خلاه يحول دفة الفتوحات من أوروبا للشرق. وبعد سنتين من توليه الحكم دخل معركة دموية مع الشيعة الصفويين، وده بسبب تهديداتهم المستمرة للعثمانيين من ناحية الشرق، وبسبب نشرهم للمذهب الشيعي بالقوة. فجهز سليم جيش كبير وهزم إسماعيل الصفوي في معركة جالديران سنة 1514، وده اللي خلاه يحارب المماليك بعد سنتين، وتحديدا سنة 1516 في معركة مرج دابق، واستسلمت الشام بدون مقاومة. ومش بس الشام، دي كمان مكة والمدينة.
وكل ده كان قبل ما يهزم تومان باي في معركة الريدانية سنة 1517 ومصر تبقى تحت ايده رسميا، وبقى رسميا سليم الاول هو اول خليفة عثماني للمسلمين. كل ده كان في فترة حكم استمرت 8 سنين بس، علشان يموت سنة 1520 وتولى بعد منه ابنه سليمان القانوني، واللي كان عكس ابوه تماما. سليمان كان متعلم ومثقف وشاعر ودرس الفقه والقانون، وفي عهده وصلت الدولة لأوج اتساع لها، فكانت بتمتد من حدود النمسا لحد اليمن ومن الجزائر لإيران، يعني تقدر تقول من البحر للبحر. ودخل سليمان معارك كبيرة جدا، أهمهم معركة موهاكس ضد مملكة المجر، وقدر يهزمهم هزيمة ساحقة في ساعتين بس، والكلام ده كان في سنة 1526. وفضل يتوغل في البلقان لحد ما وصل لحدود فيينا، وسيطر على الملاحة في البحر المتوسط على ايد البطل خير الدين بربروسا. على الرغم من الفتوحات العظيمة دي إلا إن سليمان كان إداري شاطر جدا، وحط قوانين تنظم كل شؤون الدولة من الضرائب للملكية والمعاملات وحتى قوانين الأحوال الشخصية، وعشان كده سموه القانوني. لكن زي ما العرب بيقولوا ما طار طيرا وارتفع إلا كما طار وقع، بس وقعت الدولة العثمانية كانت من فوق السحاب، واللي كانوا زمان بينيموا أوروبا من المغرب دلوقتي هيبقوا زي الخاتم في إيد حكامها. واللي حصل إن بعد وفاة سليمان القانوني بدأ يوصل للحكم ملوك ضعاف، وبقى من كتر ضعفهم سايبين الحكم في إيد الوزراء، والأسوأ من كده إنهم بيمشوا برأي الحريم. وفي فترة كده في تاريخ الدولة العثمانية اسمها سلطنة الحريم، وفي الفترة دي كان نساء القصر هم اللي بيتحكموا في قرارات الدولة وبيعينوا الوزراء وبيخلعوهم. ولحد هنا وانتهت قصتنا، انتهت قصة الدولة اللي كانت كل يوم بتتوسع على حساب أوروبا، الدولة اللي ابتدت بحلم وانتهت بإمبراطورية، واللي اتحولت من مجرد قبيلة بتتنقل من مكان لمكان لدولة عظيمة أعلامها بترفرف في كل مكان، دولة الكل بيعمل لها ألف حساب. لكن زي ما انت عارف دوام الحال من المحال، وفي النهاية اللي حصل حصل خلاص وتسجل في كتب التاريخ، وانا هنا عشان احكي لك، لان اللي ما يعرفش البداية عمره ما هيفهم النهاية. سلام. القصص ما بتنتهيش، القصص ما بتنتهيش، ما تنتهيش معاك، ما تنتهيش.